شوفوا لي على المنظر. È buonissimo. Buongiorno a tutti, buongiorno يا بلدي e buongiorno لكل متابع من وين ما كان. مثل ما كنتم شايفين على الطاولة أكيد بتكون الكل عرفتوا إن هذه وصفة التيراميسو. التيراميسو من الحلويات الإيطالية التقليدية بامتياز. من أكثر الحلويات الإيطالية شهرة بكل العالم. كلمة تيراميسو ما هي كلمة واحدة. تيراميسو هي عبارة من 3 كلمات. تيرا مي سو معناتها انهضني لفوق او ارفعني لفوق، بما معناه انه بيعطي النشاط والقدرة والقوة للي بياكله. التيراميسو بالبداية قبل ما يتحول للشكل اللي بنعرفه هلأ كان عبارة عن كريمة صفار البيض مخفوقة بالسكر او مخلوطة بالسكر بحمام مائي، كانت تتحول لكريمة معروفة بإيطاليا باسم زبيوني. اللي عايش بإيطاليا أكيد بيعرفها، كريمة الزبيوني. وبالماضي كانت تتقدم مع البسكويت السافوياردي والقهوة وبعض الكريمة المخفوقة اللي هي مثل ما بتعرفوها انتم كريمة الشانتيلي. هيك كان بالماضي التيراميسو، ومع الوقت الطباخين ومعلمين الحلويات حولوه لهذا الشكل، عملوه على شكل طبقات بكريمة الماسكربوني والسافوياردي المغطسين بالقهوة. تابعوني لأقدم لكم وصفتي للتيراميسو. هلا بنبرد القهوه. عندي كيلو ماسكربوني، طبعا انتم هيدي الوصفه فيكم تعملوا حتى نص الكميه، انا رح كتر شوي لاني رح اقدم لكم اياها بطريقتين. القهوه المثاليه للتيراميسو هي الاسبريسو، اذا ما موجوده عندكم كمان الموكا مثل ما انا حضرتها، او فيكم تستعملوا النسكافيه. من صفرات البيض وبياض البيض ل4 بيضات. هلا اول شيء رح نبدا بغلي السكر مع المي. انا في عندي طنجره صغيره رح احط فيها 200 جرام سكر و125 جرام مي. نشتغل على نار وسط. هلا رح نبسطر صفار البيض. 8 صفارات بيض رح احطهم بقلب طنجره صغيره. 80 جرام سكر تقريبا 4 معالق. عندي المي بلشت تغلي، بحطهم بقلب المي وبنبلش نحرك لمده 3-4 دقائق مو اكثر. مثل ما كنتم شايفين لازم نحصل على هذه النتيجه. صار كريمه تقريبا وصلت 80 درجة. هلا هيك بكفي. بنشيله من على النار، بنضل عم نحركه لمدة دقيقتين حتى يبرد. عندنا القطر عم يغلي، بدنا نوصله لحرارة 121 درجة. هيدي مرحلة كتير مهمة. 121 درجة. وقت اللي بنوصل لل100 بدنا نبدأ بخفق البيض. بياض 4 بيضات، شوية ملح، .121. هلا بنشيله من على النار. وصلته لحرارة 121 درجة. إذا ما في عندكم ترمومتر أو ميزان حرارة لتعملوا هيدي الوصفة فيكم تشتغلوا بهيدي الطريقة. من بدء غليان السكر بتخلوه تقريبا 10 دقائق على نار وسط. فيكم تعملوا هيدا التيست. أنا رح استعمل هيدي سباتولا في إلى ثقب مثل ما نكون شايفين، رح حطها بقلب القطر لحتى نعمل تيست، لحتى نعرف إذا وصلنا للحرارة أو للقوام المطلوب. بننفخ بهالطريقة. شفتوا لازم نحصل على هيدي النتيجة. هيك بهالطريقة بيكون عندنا جاهز القطر مباشرة لحتى بسطر بياض البيض واحصل على ميرينجا ايطاليانا. نزل السكر مثل ما نكون شايفين هيك خيط رفيع. هلا بدنا نضل عم نخلط فيها حتى يبرد معنا الخليط. نحن هيك بهالطريقة بنكون طبخنا بياض البيض، بسطرناه. ضليت 8 دقائق عم بخلط فيها حتى بردت كليا. هذه ميرينجا اسمها ميرينجا الإيطاليانا، إلى استعمالات كثيرة بعدة حلويات مشهورة مثل الموس، السيمي فريدي، حتى بالآيس كريم، حتى كمان للتزيين. هذه الميرينجا الإيطاليانا رح تشوفوها على الأكيد بعدة وصفات مستقبلية. نبدأ بتطبيق التيراميسو. الماسكاربوني، صفار البيض، شفتوا بعد ما برد صار كريمة. بنعمل لهم خلطة. بكريمة التيراميسو ما بينحط فيها ولا أي نوع من المنكهات. بنحط بياض البيض ميرينجا الإيطاليانا، بنحطه على دفعتين وبنحرك من الأسفل للأعلى هيك بهالطريقة. تاني دفعة بشكل بطيء من الأسفل للأعلى.
التيراميسو بدون بياض البيض ابدا ما هو تيراميسو. هيك بنكون حصلنا على كريمه التيراميسو الاصليه. رح اقدم لكم اياه بطريقتين مثل ما شفتوا بوصفه السافوياردي او الليدي فينجرز. انا عملت كمان هذا الشكل الدائري من نفس العجينه. في عندي هذا القالب تبع التشيز كيك، وراح اخذ قطعه دائريه وراح احطها بقلب القالب وراح تششها كثير مليح بالقهوه. نجيب كيس حلواني ومنعبيه كريمه التيراميسو. لا راح اشتغل هيك بهالطريقه. بناخذ القطعه الثانيه وبنحطها بهالشكل وبنشربها بالقهوه وبنرجع بنشتغل بنفس الطريقه. انا برش الكاكاو وقت اللي بسويه وبرد برش رشه ثانيه ثاني يوم. الافضل يضل بالبراد لليله كامله. هلا رح اقدم لكم اياهم بهيدي الطريقه بالقطرميزات او مرطبانات مثل ما انا بقدمهم بمطعمي. بحط كريمه التيراميسو، بنجيب السافوياردي او الليدي فينجرز، انا رح اقطعهم بالنص، رح مرقهم بالقهوه وحطهم بهالشكل. منغطسهم تغطيستين بقلب القهوه، 1 2 مو اكثر. بنرجع بنعبيهم هيك بهالشكل. رح احط عليهم شويه كاكاو، بنسكرهم، رح احطهم على صينيه وبنحطهم بالبراد لتاني يوم. شوفوا لي على المنظر. فيكم تشتغلوا بالسكينه تمرقوها على الحرف، او فيكم تجيبوا قطعه قماش بتبللوها بالمي السخنه ومنمرقها هيك على الحرف. هيك المي السخنه بتذوب شيء بسيط التيراميسو ومنطالع القالب بدون ما نخرب شكله. شيلوا هيك بهالطريقه شوي شوي مثل ما انكم شايفين. شفتوا لي على الشكل كتير حلو كتير ناعم. بنعمل بس رشه صغيره قبل التقديم. شفتوا على المنظر، شفتوا على الشكل عليه. اهم شيء بهيدي الكريمه لازم يكون قوامها شوي سميك، ما لازم تكون سائله. اظن كثير منكم بيعمل التيراميسو تطلع معه كثير سائله الكريمه. شوفوا لي على المنظر. شفتوا على القوام اللي عليها. هذا التيراميسو مو بس نشاط وقدره وقوه، هذا السعاده بحد ذاتها مسويه على طبقات. شفتوا لي على المنظر عليه. شوفوا الطراوه. بونيسيمو. تيراميسو الحلو المفضل لكل العائلات الإيطالية وصار مفضل للجميع بكل العالم. أنا قدمت لكم كل الوصفات بالتسلسل. الماسكربوني بتسووها بالبيت بكل سهولة. قدمت لكم كمان السافوياردي اللي مثل ما بتعرفون انتم بالليدي فينجرز كمان بكل بساطة. مثل ما شفتوا قدمت لكم الوصفة الأصلية للتيراميسو. ما ضل عليكم غير انكم تطبقوا الوصفات وتجربوا وصفتي للتيراميسو. اليوم بحاجة قدرة ونشاط لكفي يومي بالشغل. رح كفي أكل التيراميسو وبشوفكم في فيديو جديد. تشاو. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بقناتي وتابعوني. حضن كبير للكل.